ها نطق. لا سعادتك، مات. مات؟ الظاهر ان جسمه كان تعبان ما استحملش. وما نطقش بأي حاجة ما يموت؟ للاسف لا. يعني ايه؟ يعني ما نبناش غير المصيبة دي وخلاص؟ ان كان على الجثه سهل نتخلص منها قبل النهار ما يطلع. طب واهله وزمايله اللي هيسألوا عليه لما يلاقوه اختفى هنقول لهم ايه؟ نرميه في البحر ونقول غرق وهو بيعوم. حد هينزل يعوم في البرد ده؟ انت رخر. وبعدين ما هو آثار التعذيب هتبان على الجثة، والطب الشرعي هيثبت ان التعذيب حصل قبل ما تنزل ميه. الا اذا اسمع، هات لي العربيه وعايز كيس مشمع او اي كيس تغطي بيه الجثه. هو مفتاح اوضته كان معاه؟ ايوه، فتشته ولقيته معاه. كويس. نفذ الخطوه الاولى، جيب العربيه والمشمع اللي هنغطي بيه الجثه وغير له اليونيفورم اللي هو لابسه. مش عايز اي حد يعرف انه بيشتغل عندي. عايز الحق انفذ اللي في دماغي قبل النهار ما يطلع. اعمل اللي بقول لك عليه وحصلني على الفيلا بسرعه. حاضر يا باشا. مين؟ سليمان يا باشا. ها عملت ايه؟ زي ما امرت معاليك، المرحوم ملفوف ومحطوط في شنطة العربية. كويس. خد الحاجات دي حطها في اوضته، اذا كان عنده دولاب، شنطه، درج مكتب، وانده لي كل الشغالين والسكيورتي عندي في الهول. امر معاليك. الله 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 يا ولاد اللذينه، جبتوا الاكل ده منين؟ حماتك بتحبك يا سيد، يلا تعالى غوص معانا في الفوسفور. هيكون من بيتنا انا يا سيد. الله، امال فين الكاميرات اللي ناقصوا حطوها لنا في الحمامات؟ ازاي ما جابوكوش وانتوا طالعين بالاكل ده كله؟ تصدق يا ابو السيد ده كله شغل بكش. لا، الكاميرات شغاله يا سيد وكل حاجه، بس اللي قاعدين في المطبخ شغالين اكتر. من الاخر يا سيد، شبهنا غلابه زينا، صعب عليهم وقفتنا طول النهار. ايوه يا جماعه، بس دي كميه فوسفور جامده، احنا هنتعب بعديها ياما. يلا بسم الله. كبسه. كبسه ايه؟ اهدى بس يا سيد. دول اللي هيضيعوا الفوسفور. بريفيت بريختيتي. دافاي دافاي دافاي. يا لهوي ياما، دول مش هيضيعوا الفوسفور بس، دول هيضيعوا البلد بحالها. مساء الخير. يا مساء الفوسفور. لولا ياه، قد كده الدنيا ضيقه. بابا كل حاجة موجودة، هو في ايه؟ في حاجات اتسرقت من عندي في المكتب، وريهان بتدور في الهول لو في حاجه ناقصه. لحد دلوقتي الشمعدان الفاضي اللي كان على البايو ده هو ده اللي مش موجود، وهشوف هناك كمان ايه اللي ناقص. غريبة قوي، مين حاول وتجرأ يدخل الفيلا واحنا مش موجودين؟ انا طلبت من سليمان يجمع لي كل الشغالين والسكيورتي. حبيت بس اطمن مفيش حاجه ناقصه عندكم في الاوض فوق. يا جماعه في ايه؟ اتسرقنا. ايه؟ ها يا ريهام؟ هو الشمعدان الفضة اللي مش موجود. حتى دورت على علبة السجاير الفضة بس لقيتها في الدرج. شمعدان فضه؟ ده حرام اهبل ده ولا ايه؟ اللهبه اللي انت بتقول عليه ده سرق ساعه رولكس، ولاعه ذهب، وزراير قميص اكتر من نص مليون جنيه. ده على كده ده انا طلعت اهبل بقى. شغالين زي ما امر سعادتك. النظام. وات؟ طب ايه الحوار؟ وات؟ استهبال. وات ار يو سينج ماذر؟ يا بنت الجزمه، اهدي بالذات بقى انا عارفها، بسمعها من ايام ما كنت بروح سيما علي بابا. يا لولا يا لولا يا لولا.
نعم يا سيدي أنا. سيدك ايه بس يا شيخه؟ مش اللي يجيب بضاعه اتاكد ان هي صالحه للاستخدام الادامي الاول. مفيش اي تفاهم بيني وبينها من اي نوع. بيني وبينك أنا كمان مش فاهمة منهم حاجة خالص، بس الزباين مبسوطين منهم قوي، طلب عليهم جامد. ايوه يا حبيبتي، دول اجانب في بعض. لما يكون عندك طلبيه لحد ابن بلد زيي بتيجي بالمترجم بتاعها، دي بمترجمها، معروفه يا ماما. طب استنى أشوف لك مترجم في الرجالة اللي قاعدين جوه يخيبك. مترجم جاي وهتستلقي وعدك النهارده، اصبري. ابعدي عني، نفسي قفلت منك بكيف تتعلم الانجليزيه بتاعتك دي. وات؟ بيت ام غبا الاجانب. دلوقتي احنا عندنا بروبلم، انا وانت مش نافعين بقى. واخد مترجم يجي، واخد ليله مبسوط، انت افقع واحد زغروطه. سك على المترجم يا ليلى دارت. اللي حصل الليله دي غريب وعجيب على بيت سالم الجرحي. انتوا في منكم اللي اشتغل معايا بقاله اكتر من 15 سنه، وفي منكم اللي ما كملش سنه او سنتين، وطول عمر الدنيا ماشيه زي الساعه، ولا في حاجه راحت لا كده ولا كده. انا لا عمري خونت حد ولا سرقت حد، انما عشان بيت سالم الجرحي يتسرق، يتنهب عيني عينك، يبقى غبي او غبيه اللي يفتكر او تفتكر ان الحاجه دي هتخرج من البيت ده. البوليس عمره ما دخل بيت سالم الجرحي، مش عشان انا عندي نفوذ، لا، لان انا قادر ان انا احمي بيتي واهلي وارجع لهم حقوقهم. انتوا قدامكم دقيقتين، واللي غلط الغلطه دي وطاوع شيطانه يراجع نفسه ويرجع اللي سرقه، لان انا عندي الحسنه بتخص والسيئه بتعم. يا سالم بيه، احنا كلنا على استعداد تتفتش اوضنا وكل حاجاتنا، وزي ما حضرتك بتقول دي اول مره تحصل، ودي حاجه تمس شرفنا. لازم اللي سرق يبان عشان الباقي ما يتاخدوش في الرجلين. انا مش عايز اظلم حد، لاني ما اعرفش الحاجات دي اتسرقت امتى. احنا موجودين كلنا هنا سعادتك وتحت امرك. لا، رشاد مش هنا. اكسر الباب، فتشوا الأوضة. حد يطلع يشوف البيه ده فين؟ لقينا دول سعادتك. اخس عليك يا رشاد، كده سودت وشنا. وانتوا ذنبكم ايه؟ خلاص كل حاجة بانت واتكشفت. أكيد لما عرف إن أنا بعتلكوا هرب. اكيد من لبخته وساب الحاجه في الاوضه. أيوة يا سليمان، أنا خلاص عرفت مين اللي سرق الحاجة. اسمه رشاد ابو العزم سرور يا فندم. رشاد أبو العزم سرور. لا ما تطلبش البوليس. خلاص ما دام الحاجة رجعت وموجودة وكل حاجة كاملة خلاص. ربنا يبارك في سعادتك سعاده الباشا، وانا بالنيابه عن كل زمايلي مش هننسى معروف حضرتك ده ابدا، وان شاء الله هنكون عند حسن ظن سعادتك. يلا كل واحد يروح يشوف شغله. خلصنا. يلا هات المكاتب. حاضر. ايه ده؟ ايه كل السلاسل والحجيره دي؟
عشان يغطس ما يقبش. عشان حد من الغطاسين يشوفه تبقى جريمه بفعل فاعل، ما بلاش فتاوى يا سليمان. تاخد المركب للحته اللي فيها سمك القرش، ترميه هناك وسيب الباقي عليهم. امرك يا باشا. خلص. حاضر. اللي يشوفكم وانتوا بتقزقزوا جوز العصافير اللي كانوا معاكم دول يقولوا ان عمركم ما شفتوا حريم، مع انكم متجوزين. اسما متجوزين اسما يا سيد. الفعل كل شهر بناخد 5 ايام اجازه، منهم يومين بيضيعوا في الطريق، يوم رايح ويوم جاي. يعني عقبال ما بتوصلوا لو عرفتوا تقلعوا هدومكم يبقى بركه. ماشي يا عم سيد، اتريق براحتك. ما هو زي كده ما بيقولوا في المثل اللي على البر عوام. الا صحيح يا سيد، انت ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ والله تقدر تقول مش لاقي اوضه فاضيه. نعم. مش فاهم يا سيد. بص يا سيدي، انا عايش مع ابويا ومرات ابويا واخت مرات ابويا، اخواتي الاثنين في شقه 3 اوض. انا واخويا اسامه وطارق في اوضه، واخت مرات ابويا في اوضه طبعا، وابويا ومراته في الاوضه الثالثه. انت ابوك متجوز على امك يا سيد؟ لا، انا امي ماتت وانا عندي 5 سنين، بس ام الواد اسامه عايشه، بس ابويا واقع معاها ومحرج على الواد ما يكلمهاش. اما طارق بقى اخر العنقود من مرات ابويا الحربايه الاخرانيه دي. انتوا حد فاهم حاجه؟ من الاخر ابويا ما بيفضيش الاوضه من النسوان. يبقى انا هتجوز امتى؟ ايه ده؟ انتوا لسه سهرانين؟ حبيبي ما انت ما اتكلمتش تطمنا. معلش سوري، الحاجه كلها هنا. طلع رشاد فعلا؟ ايوه. غريبه قوي، مش ده معاك بقاله سنين؟ مش بالضروره، ممكن يكون اتزنق في قرشين الكسف يطلب سلفه فسرقهم. انت على طول حللتها؟ طب وعملت معاه ايه؟ هو انا لقيته اصلا؟ الظاهر انه هرب. طب بلغت البوليس؟ كده ممكن يحصل شوشره ملهاش داعي. المهم انك بخير يا بابا. كل اللي انا عايزه دلوقتي اني اطلع انام. يا حبيبي انت واقف على رجلك من الصبح، تعالى بقى احضر لك الجاكوزي عشان تستريح شويه. هو انتوا مش طالعين تناموا ولا ايه؟ لا طبعا. تصبح على خير. تصبح على خير وانت من اهل. الله، هو انت خدت على البيت وهتنط لنا كل شويه؟ عتبه الباب اتبرت يا اخي. مالك بس يا قمر؟ زعلان ليه يا جميل؟ ما بحبش الزجزاج، ما بحبش العوج. تعالى معايا طوالي. اوكي، اموت في الطوالي واحب الطابع الحامي. بص بقى يا قمر، دلوقتي حسب ما فهمت فرحات راح في التبات والنبات، وقضيته اقل ما فيها 5 سنين. يا لهوي، 5 سنين؟ وانتش فاهمك انت؟ هو انت يا قاضي ولا دياول ولا بتفهم حتى في القانون؟ عيب عليكي، محسوبك برضه خبره قانونيه، اقدر وانا مغمض من تستيفة المحضر اقول لك حكم المحكمه ايه. طب والمحامي اللي واخد على قلبه قد كده ده هيهبب ايه؟ هيعمل الشويتين بتوعه عشان يجيب اقل حكم، اللي هو برضه هيرجعنا لمرجوعنا. ال5 دول. انا برضه هعمل باصلي ومش هعمل اي حاجه غير لما يبقى حكم نهائي. ونعم الاصل، اموت في النسوان اللي تصون غيبه رجالتها في غيبتهم. صحيح، الله عليك يا ست زبده بقى. طب يلا بقى لمها واتكل، وما اشوفش وشك الا لما يبقى حكم مسوجر ونهائي. يلا يا حبيبي. تأمرني يا قمر، اوامر الحكومه فرض عين، من العين للعين. ده انت تؤمر يا جميل. انا هستناك. انا عن انا هستناك. انا عن لا. انا هستناك. يا مرحب يا مرحب، ألف حمد لله على السلامة. ربي يحفظك، الله يسلمك. شنو حالك يا حسونة؟ أخبار الطريق إيه؟ والله الجو باهي. الحمد لله. الحمد لله. اتفضل.
خضتني. امال انا بقول احم ليه؟ ولا انا شكلي بيخضك ولا حاجه؟ والله ما قصدي. تحب احضر لك الفطار؟ تعمل على لساني، هاخد دش وارجع افطر. طب يلا. يا ليلى، وده اسمه ايه ده بقى؟ ده تحرش لا ارادي على ريحه الكوسه. خليك انت، انا هفتح. لا اله الا الله. نعم. نعم الله عليكي، مش هتقولي لي ادخل؟ هو انا حلوته بقى عليا سكر ولا ايه؟ ما ينفعش يا حبيبي تدخل، راجل البيت مش موجود ولا مؤاخذه البيت ليه حرمه. وانا مالي ومال راجل البيت؟ الموضوع اللي انا جاي لك عشانه حله عندي. يا حبيبي اختصر، ما بقدرش اقف كتير على ركبي بتوجعني. طب ينفع بقى يبقى في نسب من على الباب كده؟ نسب؟ نسب ايه يا عمر؟ لا انت فهمتيني غلط، انا عارف انك على ذمه راجل وفي راجل تاني كمان متكلم عليكي، بس الموضوع اللي انا جاي عشانه. السلام عليكم. السلام عليكم يا مرعي، بخصوص ورده. ورده اختي؟ اشمعنى ورده ومن امتى؟ من غير ميعاد، والقلب وما يريد بقى ابله. ابله؟ مش احسن ما اقول لك يا نينا؟ يا روح نينا، يا قلب نينا. سيبني يا حبيبي اشور البيت واشور روحي واخد ودي كده مع نفسي وبعدين ابقى ارد عليك. هتتاخري؟ براحتي بقى، ده نسب. هو انا حقلي بطاطس؟ ايه اللي براحتك يا ابله؟ حقلي ليا. ده ايه اللي بيحصل لي ده يا ربي؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ مش كنت قعدت لك معانا يومين ثلاثه غيرت جو وروقناك؟ والله الاخوان يا خي حسونا مستعجلين واجد على الدولارات. اخوان برضو؟ يا راجل نقصد اخواني بتحقيق ليبيا. ايوه يلا مع الف سلامه. الله يسلمك الله يسلمك. ربنا يسهلك مع طريقك السلامه. يا رب. الله يسلمك. استرها معاك. سالم بيه مش في المكتب، امال فين؟ قاعة السينما. Tyrannical. Truly, you have no equal on this earth. حصل سعادتك تمام، وزمان سمك القرش بيدعي لسعادتك. ادينا نفذنا اللي بيقولوا المثل، عملنا الخير ورمينا البحر. تؤمر بحاجه تانية سعادتك؟ بلغ الشغالين لو حد من اهله جاي يسال عليه يقولوا هرب لما انكشف، واحسن لهم ما يرجعوش هنا تاني، والا هنبلغ انهم كانوا بيقسموا معاه. امر سعادتك. ايوه بكلم سيد اخوك، تليفونه مقفول على طول. وانت عايزه ايه من سيد؟ هو مش كبرنا في غياب ابوك؟ وانا مش عاجبك ولا ايه؟ ما تتكلمي على طول في ايه؟ المخفي اللي اسمه زناتي طلبني من زبيده. نعم يا اختي، ده امتى ده ان شاء الله؟ جه وانت في الحمام وقعد يتودود معايا، يا دوبك قايله لي استنى انت رايح فين؟ يا اسامه استنى ما تتخانقش مع زناتي، مش عايزين مشاكل مع حد. زناتي في ناموسه زنت ولا انا بيتهيألي؟ الله ده اسامه، يكونش هو اللي زعق يا اولاد. انت ايه اللي دخلك البيت تتكلم على الحريم وانت عارف ان البيت ده ليه رجاله؟ رجاله؟ الراجل الاولاني في السجن، والتاني يا عيني هربان من السجن، وراجله التالت بقى طروقه وفي المدرسه. يبقى انا عداني العيب ولا ايه يا جدعان؟ والراجل اللي قدامك ده بقى مش عاجبك؟ هو فين ده؟ هو انا شايف حاجه انتوا مش شايفينها ولا ايه يا رجاله؟ لا لو عينيك تعباك بقى يا حبيبي نجيب لك نضاره حتى تعرفك رجليك الوسخه دي واخداك على فين. انت هتنسى نفسك يا روح امك. اوعى ايدك يا اوعى يا جدعان. يا ابن الجزمه.
ما قلنا بس. تاني؟ هو ايه اللي تاني؟ انا قربت لك ولا هي تلاكيك وخلاص يعني؟ وانت عامله ايه؟ شفت؟ يا بنتي 2 متعرضين لسرقه بالاكراه سوا وفي غربه، خلاص حرام يسالوا على بعض. ماشي، كتر خيرك. ها، في حاجة تانية؟ في وفي ثالثه وفي رابعه وفي 5 وما يقع في الشغل انا ما احبش. صواني وبسبسه انا يلا على شغلك. ونقول الو. الو يا سيد، الحقني. مالك يا ورده؟ اسامه دخل العمليات، حالته خطيره. اسامه؟ طب اهدي بس اهدي وفهميني ايه اللي حصل. طب انتوا فين دلوقتي؟ يا جدع اصبر، هتاخد اجازه ازاي يا سيد؟ هو انت اصلا لسه اشتغلت عشان تاخد اجازه؟ ما عنديش وقت ارجي يا اخويا، في خطر ونازل يعني نازل. يا سيد طب لو سليمان سأل عليك اقول له ايه؟ يا سيد يا سيد رد عليا يا سيد، استنى بس يا سيد. طب هبقى اكلمك يا سيد اطمن عليك. ميس بسنت، خير يا هادي. عندنا مشكلة ومحتاجينك حالا. مشكلة ايه؟ في حاجة حصلت عند الشاليهات. قوم هناك عند الشاليه اللي في الجسر الإيطالي ده. كان في ايه؟ مفيش يا فندم، مشكلة بسيطة واتحلت الحمد لله. والله يا فندم ده صوتهم كان جايب آخر الدنيا ومحدش فاهم منهم أي حاجة، وحضرتك عارفة إن اللي بيتكلم إيطالي محمد رأفت واخد أجازة عشان عملية البواسير بتاعته. طب فهميني طيب عملتي ايه؟ مفيش يا فندم، الجماعة الاسبان اللي في الأوضة التانية كانوا شاربين ومشغلين التلفزيون على قناة رقص وقاعدين مدينا، والطليان كان عندهم رحلة سفاري بكرة بدري وعاوزين يناموا. دخلت هندلت الاسبان فالطليان شكروني ودخلوا يناموا، بس. الو. ايه يا ورده؟ انتوا فين؟ ايوه انا على شمالك، تعالى. هو فين؟ لسه طالع ما بقالوش نص ساعه، دخلوه الاوضه اللي هناك دي. استنى عندك، رايح فين؟ هبوس ايديكي، دقيقه واحده بس هبص عليه واطلع على طول. هو انت تبقى قريب الحاله اللي جوه دي؟ يبقى اخويا. طب ثانيه واحده، هستأذن لك الدكتور وارجع لك على طول، بس خليك واقف هنا ما تعملش اي مشاكل. حاضر. ان شاء الله ربنا هيكبر بخاطرنا مش هنضم فيه. اتفضل البس دول عشان الاوضه معقمه. حاضر. تسلمي لي يا ورده. ايه؟ اوعى تقول انك مش جدع وهتتحمل. انا مسافر وانا عارف اني سايب ورايا راجل. حتى لو كتر عليك انا متاكد انك وقعت واقف. عشان انت راجل يا اسامه، والرجاله ما بتركعش غير اللي خلقها بس. انا جنبك ومستنيك اخويا وابني. لو تسمح تستنى لي بره وانا هطلع لك اشرح لك الحاله. سعيد. ازيك يا طارق؟ وحشتني يا سيد. وربنا عيب عليك كده يا سيد، يعني ليه مصر تصغرنا؟ يعني ايه تنزل من السوبر جيت وتركب تاكسي تاني؟ امال انا معايا تاكسي وصاحبك ازاي يعني بس؟ واسامه عامل ايه؟ لسه هعرف. منهم لله الظلمه قلالات الدين. سيد هو قصص هيموت؟ ايه اللي خلاك تقول كده يا طارق؟ اخوك هيقوم بالسلامه وهيرجع البيت وهيبقى زي الفل، ما تقولش كده تاني. زناتي وقلاضيشه ولا حس ولا خبر، كنينه ومحدش يعرف لهم مطرح. خير، طمنا يا دكتور. عنده ارتجاج في المخ وعنده كسور، عنده ضلعين مكسورين ودراعه اليمين مكسور.
هو هيقعد في العنايه المركزه لبكره بعد الظهر، وبعد كده هننقله في اوضه عاديه. يعني مفيش اي حاجه خطره؟ لا اطمن، احنا كنا بس خايفين من نزيف داخلي، لكن مفيش حاجه، والارتجاج اللي عنده حاجه خفيفه. اطمن الحمد لله. طمنا يا سيد، محتاج ايه؟ شاش، قطن، ميكروكروم، انتبيوتك. هو اسامه عنده ايه؟ هي دي اخلاق الفرسان، خطوه عزيزه يا ست. بلا عزيزه بلا تفيده. انا بقول كده برضه. وانت ايه؟ مالكيش كبير؟ ها؟ تاخدي طارق وتخرجي من البيت من ورايا؟ مالكيش اخت كبيره تستأذنيها؟ ايه؟ انا جبت طارق يطمن على اخوه. طب هما واخوات، انت ايه اللي حشرك ما بيناتهم؟ اقل حاجه تعملها للراجل اللي كان هيموت وهو بتحشر لها. والله يا حبيبي ما حدش ضربه على ايده وقال له يعمل فيها شهم. غصب عنه بقى، تربيتي. يلا يا اختي همي. وانت قاعد معاهم ولا جاي معايا؟ لا انا هقعد مع اخويا. لا معلش يا طروقه، روح انت النهارده، اسامه بقى كويس. طب اطلع ابوس. لا قوم هات بوسه وانا ابقى اوصلها له يا سيدي. خد بالك من نفسك. حاضر. وصلهم معاك يا سمح. حرام، عفشه التاكسي انتهت. يلا يا اختي. اتفضلوا. يلا يا اخوي، يلا يلا. سيد قوم عشان اروحك، عشان ترتاح شويه، عشان تقدر تكمل. انت جاي من مشوار بعيد. روح انت يا سمح. لو عرفت بكره بس وانت جاي تجيب معاك سجاير وعصير يبقى تمام. عيب عليك يا سيد، اروح انا ازاي يعني واسيبك في الموقف ده يعني؟ مش اول مره يا سمح. عندك حق برضه. قول لي بقى، اجيب لك سندوتش كبده؟ طب فرخه مشويه تاكلها لوحدك يا عم؟ مش عايز اكل. طب نص ريش وربع طرب وسلطات هدلعك. اسامه اجيب لك جوز نسوان وجبنه؟ ايوه يا عم كده اضحك وفكها بقى. بكره ترجع بيتك وتبقى زي الفل. انا مش عايز ارجع البيت ده تاني زي. يعني ايه؟ يعني شوف لي حته تانية اعيش فيها. خدني معاك الغردقه. ايه العبط ده؟ ايه يا اسامه؟ ارجع الحاره ازاي يا سيد بعد ما اتضربت قدام الناس كلها؟ ورده شافتني وانا بتضرب يا سيد. ابص لها بأني عين دلوقتي. معاش ولا كان اللي يكسر عينك يا اسامه. هترجع الحاره وبيتك وراسك مرفوع في السماء. الايد اللي تتمد على عيله فرحات ابو دومه تستاهل قطعها. صح يا أس؟ راضي يا أس؟ شكلك مش راضي، اخويا وانا عارفه. راضي يا اسامه؟ انت مفيش حاجه بترضيك يا اسامه خالص كده؟ قول انا مرة. يا تقول انا مرة. روح بلغ الدكتور من البشريه هنا. ايه باصص لي كتير؟ ايه متضايق من اللي حاصل؟ خد بقى السوفونير ده عشان كل ما تبص في مرايه تفتكر سايب بشريه. نورت بيتك يا أس. حبيبي يا سيد. الحمد لله على السلامة يا إسام. حرمش يا ورده.
حسب سعد. الحمد لله على سلامتك يا بطل. الله يسلمك يا سيد. سيد ثواني بس. فيها ورده. انا مش عارفه اقول لك ايه يا سيد، مش مصدقه اللي عملته عشاني في الحاره. أسامة هو اللي عمل يا وردة. هو اللي اتضرب علشانك. وأنا ضربت عشان أسامة. سيد سيد يا أس. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ حتى البنت اللي عيني منها وكنت هموت عشانها مستكترة عليا، عايز تاخدها لروحك؟ تستغل الفرصة، عايز تكسب بنت على قفايا. الحمد لله على السلامة يا أس. نورت بيتك.